السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا 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 للأطفال، برضو للمدارس أو انتي للعشاء او للفطار. هتنفعك جدا جدا جدا، اقتصادية. عايزة اقول لكم ان الكمية اللي انتوا شايفينها دي كلها انا والله عاملاها بنص كيلو دقيق. عمل لك الكمية الحلوة ديت تقعدي تفطري 3 ايام بيها، موفرة جدا جدا جدا. وانتوا عارفيني بقى في التوفير ما اقولكوش، يعني احب اوفر على قد ما اقدر. معلش، ما هو الغلا اللي احنا فيه، لو معاكي مليون جنيه هيتصرفوا معاكي برضو في الشهر، بما ان كل يوم الاسعار في الطالع، فلازم نقتصد ونعمل كل حاجة في البيت. يلا بينا نبدأ بالمقادير. معايا 4 كوبايات من الدقيق بما يعادل نص كيلو دقيق، هو نص كيلو دقيق بالظبط. معلقة كبيرة خميرة، معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص كوباية سكر بودرة، معايا 3/4 كوباية من الحليب، معايا ربع كوباية من الزبدة. هنبتدي ان احنا نقلب المكونات كلها مع بعضها وهنعجن. لو حسينا ان العجينة بتاعتنا محتاجة مية هنضيف او حليب، ولو حسينا ان العجينة معانا طرية قوي هنبتدي ان احنا نحط دقيق. بس انا عايزه اقول لكم ان العجينه طلعت معايا مظبوطه، ما زودتش حليب ولا زودت ميه، وطلعت مظبوطه معايا 100%. يا دوبك قعدت المها زي ما انتوا شايفين كده، لقيتها اتلمت معايا وبقت تمام. اعجنيها لمده 5 دقايق هتطلع معاكي زي الملبن. هنسيبها تخمر لمده ساعه او ساعتين حسب الجو اللي عندك ايه. عقبال بقى ما هتخمر هنعمل لها حشوه حلوه قوي. معايا هنا هو كوبايتين من الحليب، معلقتين من الكاسترد، ومعايا معلقتين كبار من السكر. هنحطهم على النار لحد ما الكاسترد يستوي معايا. بعد ما هيستوي وهيبقى بالقوام ده هضيف عليه معلقتين من الزبدة، ممكن تستغني عنهم خالص ما تحطهمش. وكمان هضيف عليهم معلقتين كبار من زبدة اللوتس. ولو انت مش حابة ان انت تحطي زبدة لوتس تقدري ان انت برضو ما تحطهاش. انا كانت عندي والبنات قالوا لي حط لنا، فطلعتها من التلاجة كانت مجمدة طبعا، فقلت مش لازم اسخنها على حمام بخار، اما احطها على طول على الكاستر هتدوب من السخونية بتاعته. وفعلا ساحت معايا على طول، والصوص ده كان طعمه تحفة تحفة تحفة. تقدروا ان انتوا تحطوه في اطباق وتاكلوه كده على طول. ممكن تعملوا بيه حشوات، اي وصفة انتوا بتحبوها وبتتحشي باي حاجة تقدروا تعملوا الكاسترد دوت وتحشوا بيه اي نوع من انواع المعجنات. هنا بعد ما عدى ساعة على العجينة اديت لها البوكس التمام. العجينة هشة جدا جدا ولينة معايا وهتتفرد معايا بكل سهولة زي ما انتوا شايفين. العجينة حلوة جدا 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 يا جماعة، ان شاء الله انا واثقة ان كل اللي هيجرب الوصفة دي هتعجبه قوي. هجيب بقى رشة من الدقيق، هبتدي ان انا انزل عليها العجينة. مجرد ما هفرد العجينة هلاقي العجينة بتجري معايا، يعني العجينة مطرح ما هفردها هتتفرد. حلوة جدا جدا، عجينة هشة وقطنية وفي منتهى الجمال. بصوا بتتفرد معايا بكل سهولة ازاي. العجينة خمرانة ما فيهاش اي مشكلة نهائي. هنعملها مع بعض على شكل مربى كبير كده، شكل مستطيل كبير، عشان نشوف بقى هنعمل فيها ايه بعد كده. تقدري ان انت برضو تعمليها رول كامل وبعد كده تقطعي زي السينابون. بس انا ما عملتهاش كده، انتوا هتشوفوا دلوقتي انا عملتها ازاي. طبعا سمك العجينة ما يبقاش تخين قوي، لان هي بعد ما هنقطعها هنسيبها تخمر تاني فهترتفع معانا. فكل لما يكون العجينة السمك بتاعها مظبوط حوالي نص سنتي، حوالي نص سنتي زي ما انتوا شايفين كده، هو دوت السمك بتاعها المظبوط. طيب هنعمل ايه تاني؟ هنجيب بقى الصوص اللي احنا عملناه مع بعض. الحشوة ديت ادت طراوة حلوة جدا 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 للعجينة. دي اول حاجة. تاني حاجة الطعم كان تحفة يا جماعة. ممكن تستغنوا زي ما قلت لكم عن اللوتس، ما تحطوهاش، استخدموا الكاسترد بس. لو مش حابين الكاستر ممكن تعملوا العجينة من غير اي حشوة خالص خالص خالص، وبعد ما تلفوها رولات وتخبزوها تطلعوها تحطوا عليها اي صوص. اضعف الايمان لو عندك مربى ادهنيها من فوق مربى بس كده. زي ما انتوا شايفين فردت الصوص عليها بالشكل ده، وبعد كده حطيت عليها حبة زبيب. برضو الزبيب بيبقى حلو جدا جدا جدا.
وطعمه حلو قوي لما بيدخل الفرن وبيخرج كده بيبقى عامل مكرمل كده، بيبقوا جميل جدا. بس هبتدي بقى ان انا اقطعها شرايح كده طويله، وزي ما قلت لك ممكن تلفيه رول وتقطعيه زي السينابون، بس انا حبيت ان انا اقطعه بالشكل ده. طبعا هنكون محضرين صينية عليها ورقة خبز او ورق زبدة عشان ما يلزقش معانا في الصينية او الصاج اللي احنا هنخبز فيه. ورق الزبدة في المعجنات بيفرق جدا جدا جدا، بس تجيبي نوع كويس عشان المعجنات ما تلزقش فيه. بصوا زي ما انتوا شايفين لفتها بالشكل ده، والطرف بتاعها حطيتها تحت العجينة عشان ما تتفردش معايا ويبقى شكلها مش حلو. تحطي طرف العجينة عليها من تحت. بس كده قطعتها ولفيت بقى كله بالشكل دوت وحطيتهم في الصاج. هسيبهم حوالي 10 دقايق برضو في مكان دافي. هسيبهم لحد ما يخمروا، وبعد كده هجمع بيضايه واحده، هحط عليها حبه فانيليا، او تقدري تعمليها بحبه قهوه بس، وتقلبيها كويس جدا جدا وتدهني الوش بالشكل ده. طبعا مش عالين الفرن بتاعتنا لدرجة حرارة 200. عايزة اقول لكم ان هي ما كملتش 10 دقايق في الفرن يا جماعة، ما كملتش حرفيا 10 دقايق في الفرن، وطلعت معايا الريحة بتاعته تحفة 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 بجد. الريحة كانت رهيبة، طلع معايا طري قوي قوي قوي. العجينة طرية وهشة وقطنية فعلا، يعني حاجة في منتهى الجمال. والله يا جماعة الكمية اللي انتوا شايفينها ديت بنص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق عمل الكمية دي كلها، بدل ما نشتري الواحدة غالية من الفرن، لا احنا نعملها في البيت، نكلفها ونعملها احنا في البيت، وبدل ما نشتري واحدة لا يبقى عندنا كمية ناكل ونشبع منها زي ما احنا عايزين. بصوا الطري ازاي، والله ما غطيتهوش، انا طلعته سبته اول ما برد، طلعته على طول من الصاج وحطيته في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. طري جدا جدا، والحشوة مدياله طعم لذيذ قوي، وكمان الزبيب مديله طعم مكرمل حلو قوي. ومن تحت كمان لما الصوص طبعا دخل الفرن فابتدى ان هو يسيح شوية، فعمل طبقة مكرملة من تحت، نسيت ان انا اوريها لكم. بصوا شكله عامل ازاي، كله طري مفيش اي حاجة ناشفة. تقدري تحتفظي بيه في علبة طعام وتاكلي منه وقت ما انت عايزه. ممكن تحطي في صينيه وتدخلي الصينيه جوه كيس وتشيليها زي ما تحبي. بصوا بصوا عامل ازاي، تحفه يا جماعه. انا واثقه ان كل اللي هيجرب الوصفه دي هتعجبه جدا، وهتعملوها على طول، مش هتبطلوا تعملوها. بس وده بقى كانت الوصفه بتاعت النهارده، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، وما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير مع كل اصحابكم وحبايبكم. ولو اول مره تشوفوني اعملوا لي متابعه عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.